كابتن مولود ببدأ معاك تتكلم عن المجموعة الثانية بشكل عام. بصراحة المجموعة الثانية هي مجموعة قوية وليس بالسهل، مجموعة يعني كتضم منتخبات اللي عندها يعني قيمة كروية على المستوى العربي، بالتالي فالمنافسة غتكون قوية. أعتقد بأن هذه النسخة هذه ستكون نسخة استثنائية، لأن المنتخبات المتواجدة مع المنتخب المغربي، المنتخب السعودي، عمان والمنتخب جزر القمر، اعتقد هي منتخبات ما يمكنش نقللوا من قيمه كل منتخب. نعرفوا المنتخب السعودي والقيمه الكرويه ديالو، نعرفوا المنتخب العماني دائما على المستوى الخليجي بالخصوص دائما يبقى دائما المنتخب يلعب مباريات استثنائيه، وبالتالي يبقى ممكن الجميع حيتكلم على المنتخب جزر القمر. لكن جزر القمر شاهدناه حتى على مستوى كاس افريقيا السابق كان برز بشكل جيد من الناحيه الفنيه. اذا المنتخب هذه المجموعه هذه ممكن غنشاهدوا فيها اداء فني قوي، يعني غتكون واحد منافسه شرسه من اجل الصعود الى المرحله المواليه، وبالتالي فكل منتخب سيكون له يعني ردة فعل قويه، لان كما قلنا هذه النسخه هذه هي استثنائيه. الحوافز الماليه، الحضور الجماهيري، كما كتعرف دوحه العرب، لان حتى الاجواء ديال كره القدم متوفره، لا من ناحيه المناخ، لا من ناحيه الملاعب، لا من ناحيه الحضور الجماهيري. اكيد بان ستكون نسخه استثنائيه ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا المتوقع دائما مع بطوله بهذه القيمه وبهذا الحجم. كابتن احمد مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. اكيد. قولوا لي اليوم كنت على اعصابك؟ لا والله بالعكس، هو متوقع ان المباراه تكون صعبه، مباريات الملحق دائما صعبه بغض النظر عن على الورق. الحين المرحله الجايه اكيد راح كل واحد راح يراجع حساباته ويعرف ان الموضوع مش سهل. منتخب المغرب، منتخب السعودي، يعني منتخبات كبيره. على الورق هم افضل منك، في التصنيف هم افضل منك، حتى لو يجيب صف ثالث. يعني هذا كلام يعني واضح للجميع. فان شاء الله نتمنى نشوف منافسه شرسه ان شاء الله. ان شاء الله. ونرجع نتكلم عن عمان بشكل اكبر. كنت تتمنى عمان ولا الصومال؟ لا، اتمنى الصراحه عمان. جزر القمر او اليمن؟ اني جزر القمر. ليش؟ لماذا؟ كمنافسين في المجموعه، كمنافسين في نفس الوقت، يعني حتى المنافسات تكون يعني عندها قيمه كبيره. ما نمكنش يعني نقللوا من المنتخبات الاخرى، ولكن كره القدم جات لا، في النهايه الدوري الافضل لك. الافضل هو للمنتخبات. طيب استاذ عبد اللطيف، يعني بما ان يعني انت رئيس الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين، اول شيء هل في تفاؤل كبير؟ استاذ مولود، كابتن مولود قاعد يبتسم عندنا، هل في تفاؤل كبير على مستوى الصحافه، خلينا نقول، والصحافه الرياضيه في المغرب؟ مساء الخير مرة أخرى، وتحية للاعب الدولي السابق مولود مذكر، واحد من الأطر الوطنية التي نعتز بها، وأيضا تحية لضيفك الكريم الأستاذ أحمد مبارك. وفي الواقع لابد أن تكون الصحافة الرياضية الوطنية ومكونات كرة القدم المغربية لابد وأن تكون متفائلة. لماذا؟ لأن جميع الظروف تم توفيرها، جميع الوسائل والإمكانيات، والمنتخب المغربي الآن الرديف يشرف على قيادته الإطار الوطني الكف طارق السكيتيوي، الذي حقق ولادته كمدرب مقتدر في الدوري المغربي، فاز بكأس العرش رفقة المغرب الفاسي، فاز بكأس الكاف رفقة نهضة بركان، حقق مع المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة إنجازات باهرة، خاصة برونزية الألعاب الأولمبية في أولمبياد باريس 2024، وهي برونزية غير مسبوقة في تاريخ المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية، خاصة على مستوى الرياضات الجماعية. أضاف إلى هذا الإنجاز كأس إفريقيا للاعبين المحليين. طارق السكيتيوي برهن على أنه مدرب مقتدر، يعرف كيف يعمل، له رؤية، له فلسفة في العمل، وهو لحد الآن أثبت أنه مدرب مقتدر، والنتائج هي التي تدافع عنه. الإنجازات التي حققها في الآونة الأخيرة هي التي تدافع عنه. الآن هو اختار أفضل اللاعبين على مستوى المحلي،
وايضا اللاعبين الذين يمارسون خارج المغرب وخاصه في دوريات الخليج العربي. واعتقد بان جميع الظروف والوسائل والامكانيات الان تجعل من المنتخب المغربي واحدا من المنتخبات المرشحه للتنافس من موقع قوه على هذا اللقب العربي، خاصه واننا نحن امام مونديال عربي بامتياز. هذه الكأس العربيه التي ولدت من جديد بفضل العمل الجبار والجهود الجبار التي قامت بها دولة قطر. لا يجب أن ننسى بأن هذه الكأس تم إحياؤها وخاصة بفضل احتضان قطر لكأس العالم 2022، وأصبحت الآن تقام تحت لواء الفيفا. لذلك فهذا المكسب الكبير لكأس العرب وجاء بفضل هذه الطفرة وهذه الدينامية التي تعرفها دولة قطر على مستوى استضافتها لكبريات التظاهرات الرياضية العالمية، ليس فقط على مستوى كرة القدم ولكن في أصناف رياضية أخرى فردية وجماعية. لذلك أعتقد بأن هذه الولادة الجديدة هي تعيد بالشيء الكثير، وقطر رفعت السقف عاليا، وأعتقد بأن لم يعد مسموحا للاتحاد العربي لكرة القدم أن يطلب بأقل من هذا السقف العالي، بأن الآن نحن أمام مسابقة تليق بنا كعرب من المحيط إلى الخليج، ونتمنى لهذه الدورة أن يحالفها النجاح، وهي ستنجح إن شاء الله بفضل هذه البيئة المتميزة التي توفرها دولة قطر، منشآت من الطراز الرفيع، ملاعب مونديالية، جميع الوسائل. البيئة مثالية جدا من أجل أن نكون أمام نسخة أخرى جد مميزة وناجحة بإذن الله ان شاء الله. والله يا عبد اللطيف احنا ما نسمح لانفسنا نشوف اقل من المستوى اللي شفناه صراحه، مش يعني مو عشان شيء، بقدر ما هو النتائج اللي شفناها من ناحيه التنظيم المميز، من ناحيه الاهتمام بالمنشآت، الملاعب، هذه كلها مثل ما ذكرت كابتن عبد اللطيف انها تساعد على تألق الفرق المشاركه. بالفعل، لان كما قال الزميل ان كل الظروف مواتيه من اجل الظهور بمستويات فنيه راقيه، لان كما قلت المنتخبات الان اللي مشاركه فهي تطمح الى ان تظهر بمستوى فني قوي. اعتقد بان كل الامكانيات متوفره، ما بقاش ان نتكلموا على البنيه التحتيه في قطر. الحمد لله ان هذا مونديال عربي، قطر اعطت كل شيء، اذا يجب على المنتخبات ان تظهر بالشكل المطلوب من الناحيه الفنيه، واتوقع ان شاء الله غتكون منافسه قويه بين المنتخبات ان شاء الله، ونشاهد مستوى يليق بالسمعه ديال الكره المغربيه، نفس ما شاهدنا المنتخب المغربي او العربيه بصفه عامه، واننا نشاهدوا يعني الكل كابتن نتمنى التوفيق للكل. اكيد انا قلت لك نتمنى التوفيق للكل، يعني كما نتمنى للمنتخب المغربي، ولكن نتمنى ان كما قلت ان نشاهد مباريات تليق بالسمعه ديال الكره العربيه، والكره يعني اللي كتليق بالسمعه ديال هذا تنظيم هذه النسخه هذه. اعتقد بان كل الظروف مواتيه، اذا ننتظر ان نشاهد مستوى كبير من طرف المنتخبات، وتكون يعني المنافسه يعني رياضيه بشكل اللي كيتمناه الجميع ان شاء الله. اعتقد بان يعني المنتخب المغربي من بين المنتخبات اللي كيطمح انه باش ينافس على هذا اللقب، والمنتخب المغربي عودنا على هذا الامر. يعني هي كما قلت بان هي استراتيجيه ديال الكره المغربيه، ان كل المنتخبات لما تشارك في اي تظاهره اصبحت الثقافه موجوده الان، هو ليس المشاركه ولكن المنافسه. مش بس الفريق الاول، حتى شفنا فريق تحت 20 عام. اكيد كما قلت الان اصبحت الثقافه عند المنتخبات الوطنيه من اجل ليس المشاركه ولكن المنافسه على الان للظفر باي لقب، وهذا جاء من الثقه ديال كاس العالم 2022. هي اللي عطتنا القوه ان شاء الله، عطتنا القوه دي الحمد لله انها نمشيو في واحد التوجه من خلال استراتيجيه العمل ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وبكل المكونات اللي كتساهم في تطوير كره القدم المغربيه. وقاعد نشوف تطور على مستوى كبير للامانه، حتى على مستوى المدربين. انا باخذ معاك كابتن، بما انك تتكلم عن الكره المغربيه، انت اعطيت توقع لتشكيلتك. والله شفت توقعات التشكيل على حساب بني المباريات الوديه. انا اقول لك هذه المجموعه اللي اختارها طارق سكيتيو فهي متقاربه من حيث المستوى، تواجد 14 لاعب يمارسون في البطولات الخليجيه. بالنسبه للجهه اليوم ممكن نشاهدوا
محمد بالكسوت، ممكن نشاهدوا الواد داني مروان في القلب مع سعدان، ممكن نشاهدوا حمزه المساوي على القضاء الايسر. على مستوى خط الوسط ممكن نشاهدوا حريمات مع بوغرين وامين زحزوح كما كيعرفوا الجميع. اذا على مستوى خط الهجوم ممكن نشاهدوا مهري اللي كما شاهدنا في الشان في كاس افريقيا، او تسودالي ممكن يكون راس حربه، بالاضافه الى اشرف بن شرقي على الجهه اليسار. اذا ولكن هذه توقعات، لكن كما قلت لك التشكيل الموجود من خلال من اللائحه الموجوده، فالمستوى متقارب جدا ما بين اللاعبين. اللي هناك لاعبين اللي شاركوا في النسخه السابقه بحال سعدان، بحال بوفتيني، بحال يعني البركاوي، بحال ازارو، بحال بن شرقي. هناك لاعبين اللي شاركوا في النسخه السابقه، اذا عندهم تجربه على مستوى ديال كاس العرب في قطر، ثم عندهم واحد المام كبير على المستوى ديال الكره الخليجيه والعربيه بصفه عامه. اذا هناك تجانس ما بين اختيارات ديال طارق سكيتي وما بين اللاعبين اللي عندهم تجربه وما بين اللاعبين اللي هما متالقين على مستوى الكره او الدوري المغربي. اذا في 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 تفكير جيد من طرف الاطار الوطني باش يعطينا واحد التشكيل ان شاء الله اللي هو يتماشى به من خلال المجموعه الموجوده خصوصا السعوديه وعمان. ان شاء الله اتمنى التوفيق لجميع المنتخبات بكل تاكيد. انا قبل ما اروح لمنصور خلونا نشوف توقعات الشارع الرياضي في المغرب. ترقب كبير من الشارع الرياضي المغربي قبل ضربة البداية لبطولة كأس العرب للمنتخبات. الجمهور المغربي يمني النفس في أن تكون هذه النسخة مغربية، ولم لا يكون التتويج بألوان أسود الأطلس. المنتخب الرديف يعني هو مزيج بين لاعبي الدوري المحلي والمحيط والخليج، مع السكيتيوي بصم على حضور قوي في المباريات الوديه. 13 هدف دون مقابل امام منتخب جيبوتي. قد لا يبدو المحك صالحا للقياس، ولكن ارمده العناصر عبد الرزاق حمد الله، وليد ازارو، وليد الكرتي والكثير من العناصر المتالقه بالدوري المغربي، اعتقد بان السكيتيوي بعد ان بصم على حضور قوي في الالعاب الاولمبيه وفي الشان هو رهان ثالث بمجموعه من العناصر المميزه، صفوه لاعبي الكره المغربيه الغير المحترفون في اوروبا. لكن حنايا كمغاربه كنشوفوا ملي كنشوفوا الدرابو ديالنا طالع والنشيد الوطني شي حاجه اللي كنفخروا بها، واي كاس الدراري